معرفتك باحتياجات الطفل في المرحله السنيه بتاعته 100% هيعمل لك مشكله دي في التعامل حقيقة. معاه. احنا عندنا حاجة في التربية اسمها الأنماط. عندي لكل طفل صفات معينة سواء بيولوجية أو اجتماعية أو نفسية. الصفات دي لازم الأم تعرفها عشان تتعامل على أساسها. بمعنى عندي في سن المراهقة بتقول إن الطفل عنده هرمونات طالعة نازلة وطول الوقت بآراء مختلفة. خلاص، لو أنا ما اتعاملتش على الأساس ده هعمل إيه؟ هقعد طول الوقت انا وهو في صدام. انما لو انا عارفه هاخده بالراحه واحط اتفاقات. الاتفاق مره يتعمل 20 مره لا، فبكون صبوره واتعلم ان دي مرحله وبتعدي. احنا مشكلتنا او مشكله معظم الامهات ان هم عايزين ايه؟ طفوله، اعدادي، ثانوي، جامعه واحده. انا عايزه بنتي اللي كانت في ابتدائي بتقول لي حاضر ونعم توصل للجامعه هي اللي لما اجيب لها عريس هي مش عايزاه تقول لي حاضر يا ماما انا هوافق عليه. دي كارثه، مصيبه طبعا، كارثه. فمعرفه النمط مهم، انك تعرف ان الطفل بتاع سنتين ده كل كلمه اي كلمه بيقولها لا، هو مش قصده يقول لا عشان يعندك، هو قصده يقول لا علشان خاطر هو ده سمه المرحله بتاعته كده اصلا بالظبط. فلما الام تعرف سمات المرحله اللي ابنها بيمر بيها هتعرف تتعامل. والله انا عايزه اقول لك، هو مش هقول لك ان هو كتالوج، لان احنا ما عندناش كتالوج في التربيه، بس هي فكره ان انا معايا جهاز جديد اشتريته. اول ما بفتح الجهاز بعمل ايه؟ روح اشوف الكتالوج بتاعه بيقول ايه، التعليمات بتاعته بيقول ايه عشان اعرف اعمله صح. خلاص، الابن كده. انا الله عز وجل من عليا ان بقى عندنا في السوشيال ميديا مليانه ومليانه المكتبات كتب بتقول ازاي تربي. بتقول لك ان من سن 2 في سن الطفوله المبكره السمات الشخصيه كذا، في سن الطفوله المتاخره كذا، الطفوله مش عارف الوسطى كذا، المراهقه الاولى، كل حاجه موجوده. فانك تعرفي صفات الطفل اللي عندك ده هيخليكي تشتغلي معاه صح، يخليكي تشغليه صح اصلا.